يعني كنت متجوزة بقالي 6 سنين. امم. و... وأبو جوزي بيكتشني يضربني وبهدلني. ابو هو جوزك بيضربك وبيبهدلك؟ هو وحماتي و... وليا سلف أصغر من جوزي، فبيكتشني يضربني ويبهدلني. يعني حماتك بتضربك وحماكي بيضربك واخو جوزك بيضربك؟ أيوة يا فندم، وأجي أشكل جوزي بيكتشني يضربني ويبهدلني. برضو؟ كل ده أهلي. ده أهلي. وأنا فضلت لحد ما سبت البيت ومشيت وجا خدوني من مكان تاني من بعيد عن بلدي، فعملت زي طفشان على دماغي. عملتي ايه؟ زي طفشت على دماغي، ما قدرتش استحمل العيشة. كل ما اتغيب كنت بروح عشان خاطر اتجوز البنات. لا انا مش فاهمه ومعايا يعني ايه عملتي ايه، معلش. سبت البلد كلها ومشيت. طفشتي؟ حس... ايوه طفشت. اه. بس جيت لما تعبت بقى نفسيتي تعبت وفكرت في الانتحار مرتين، والواحد نفسيته كانت تعبانة. قلت لحد ما كرهت نفسي وكرهت ولادي وكرهت العيشة اللي هو معيشها لي خالص. امم. يعني من الساعة 6 الصبح بروح الغيط وبوكل البهايم وبعود تاني عليهم، بخدم من بني آدمين. يعني هما بيخلوكي الصبح تروحي الغيط تخدمي البهايم وترجعي تخدميهم هما. طب بيضربوكي ليه بقى؟ يعني كل اللي انت عاملاه ده وبيضربوكي كمان؟ مش عاجباهم في أي حاجة، مش عارفة ليش أنا مش عاجباهم في أي حاجة. امم. واتجوزك ليه من الاول طالما انت مش عاجباه؟ مش عارفة جوزني ليش، مش عارفة. انت جايبه بنتين؟ جايبة بنتين، بنت عندها 5 سنين وبنت عندها 2 سنين ونص. طبعا هم متضايقين انك جبتي بنات، كانوا عايزين ولاد. أيوة طبعا، ده طبعا عندهم خال. امم. وفين اهلك يا بنتي؟ يعني فين اهلك عارفين انك بتتضربي وبتتهاني؟ فينهم؟ أنا اللي بغصب على أهلي بروح عشان البنتين. امم. بس لكن ما تقدريش الضرب. تاخدي البنتين معاكي؟ لا مش عايزاهم، ولا عايزة أشوف حد من ناحيتهم خالص. مش عايزه البنتين؟ مش عايزة. يعني انت لو انفصلتي قادره تسيبي بناتك؟ قادرة أسيب قادرة أسيب الدنيا كلها. مش هشوفه، مش عايزة أشوفه أصلا، ولا عايزة أخد حاجة تشدني ليه. بس البنات ذنبهم ايه؟ بس مش ذنبهم حاجة، بس أنا مش قابلة حتى حاجة تشدني ليه خالص ولا. طب خلاص، ما انت حاسمه الامر اهو. طالما انت مستغنيه عن بناتك وتقدري تعيشي من غيرهم وبتقولي مش عايزه حاجه حتى تفكرني بيه، لازم تنفصلي عنه. خدي قرار وموقف وخلي اهلك يساعدوكي وانفصلي عنه. خدي بعضك. أهلي أهلي مساعديني فعلا، بس أنا نفسيتي متعقدة وحكاية الجواز البنات ده. ما انت حبيبتي انت بتقولي انا مش قادره اكمل، ومش هينفع تكملي في الاهانه والضرب والبهدله والخدمه الصبح في الغيط والخدمه الصبح في البيت. اكيد مش سهل. فطالما انت مش قادره تكملي، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ده انت بتقولي ممكن اسيب بناتي وهقدر اسيب بناتي، بس ابعد وارتاح من اللي انا فيه، ودي حاجه صعبه. أيوة، أنا كنت معلقة في مرة محاليل، فأبو جوزي حكم عليا. طلعت قال لي قومي وكل البهايم وأنا في إيديا المحاليل. لا حول ولا قوه الا بالله. خدت المحاليل في إيدي وجيت ماشية، وكنت عمالة أعيط، وما برضه مش عاجبة حماية ولا حماتي ولا أي حد في البيت خالص. حسبي الله ونعم الوكيل. ده ناس ما عندهمش رحمة
ولا دين ولا بيخافوا ربنا. لا حول ولا قوة والمحاليل إلا كانت في بالله. ايدي والدم كان مغرق ايدي ومش قادرة. الواحد ما كانش مستوعب اثر اللي بيحصل. فضلت لحد ما اترمت بينهم في الغاية. لو خوفنا عليه. قدرتي تاخدي بناتك وتسيبيهم اعملي كده. اوعي تفتكري ان ألم بعدك عن بناتك هيبقى سهل. انت يمكن بتقولي كده دلوقتي من وجعك ومن احساسك بالظلم والمهانة، لكن لو سبتي بناتك هتتوجعي برضه وهتبقي طول الوقت متشحتفة عليهم. لو اهلك ربنا يجازيهم خير يقفوا جنبك، خدي بناتك حتى لو بالقانون، وربنا هيعينك وهتعرفي تربيهم. لان ما ينفعش ابدا بناتك يطلعوا يلاقوكي بتتهاني بالطريقة دي وبتتبهدلي بالطريقة دي وبتخدمي الكل ويا ريتك عاجبك